اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. رمضان قرب، زي ما انتم عارفين بقى السمنه البلدي غاليه، طبعا غاليه جدا ومش بقدرتنا ان احنا نجيبها. فانا النهارده هعمل معاكم طريقه ازاي نحول السمنه النباتي بقى السمنه العاديه بتاعه العلب لسمنه بلدي. شايفين شكلها بجد عامله ازاي؟ وهتطلع معاك كمان مرته بطريقه كمان اقتصاديه. يعني هتجيبي كيلو من السمنة وتحولي لسمنة بلدي بطريقة بسيطة جدا، مش هيكلفك حوالي 15 جنيه. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا. اول حاجه عندي هنا انا جايبه كيلو من السمنه. ده السمنه نباتي، اي نوع انت بتستخدميه النوع اللي عندك استخدميه. انا جايبه كيلو من السمنه وعندي هنا ده كيلو من اللبن البقري. يعني لما تكون عايز تعملي كيلو سمنه لازم يكون عندك كيلو لبن. نص كيلو سمنه يبقى نص كيلو لبن. المقدار السمنه لازم يكون مقدار اللبن. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب بقى السمنه واحطها في حله على البوتاجاز. لازم السمنه تسيح معايا الاول. انا عايزه السمنه تسيح. هنا بدأت تسيح بقى بالشكل ده. طبعا الطريقة دي جميلة جدا وموفرة. عندي بقى ده كيلو بقى اللبن، هفضيه بقى على السمنة بالشكل ده. بدأت تسيح واقلبهم بقى مع بعض كويس بالشكل ده. ما تقلقيش، الطريقه دي هتعجبك وبجد ريحتها جميله وهتنفعك في وصفات كتير لحلويات رمضان. تعملي منها الكنافه، وتعملي منها بسبوسه، وتعملي حلويات رمضان. بجد الطريقه دي بسيطه واقتصاديه. يعني هتجيبي كيلو لبن ب15 جنيه وكيلو سمنه او علبه سمنه اللي تستخدمها عندك، بس لازم يكون مقدار اللبن زي مقدار السمنه، يعني الاتنين نفس الوزن. هنا عندي بدأ يغلو بقى بالشكل ده. هي بتاخد وقت، انا بحطها على نار متوسطه بتقعد حوالي ساعه. لازم تكوني مهديه النار عليها خالص بحيث تديكي نتيجه كويسه. بجد ريحتها جميله وطريقتها بجد بسيطه جدا، اي حد هيقدر يعملها. ما تخافيش ولا تقلقي، هتنجح معاكي وبجد محدش هيصدق ان دي سمنه نباتي وانت عملتيها البلدي بطريقه بسيطه جدا وكمان اقتصاديه. هتبدأ بقى تفور بقى بالشكل ده معايا. لازم نكون مهديه النار في المرحله دي عشان مش تفور يعني وتبوظ البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى هفضل مهديه عليها النار وافضل اقلب فيها كل شويه، اخد بالي منها يعني ما اسيبهاش يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت هي بتاخد وقت، لازم نكون موطيه عليها النار. هسيبها بقى تفور بالشكل ده. وادي شكلها وهي بدأت تغلي بقى بالشكل ده. شايفين الوش ده الوش اللبن اللي بيكون مرتب بالشكل ده. هنا خلاص بدأت تدخل في السوا يعني خلاص. شايفين بدأت تفصل. طبعا هي بتاخد وقت زي ما قلت، يعني بدأت تفصل معايا الوش، يعني المرتة بدأت تتجمع معايا. ده شكلها بعد ما خلصت معايا خالص سبتها تبرد. انا بطفي عليها لما يكون يعني ايه لون المرتة ده اللي هو وش اللبن ده واخد معايا لون يعني ذهبي فاتح، بحيث سخونة السمنة هي تبقى لسه سخنة تديه اللون ده. شايفين شكلها بجد يعني ايه جميل جدا، وبجد ريحتها جميلة جدا كأنك مسيحة سمنة بلدي في البيت. بجد الطريقة دي جميلة جدا واقتصادية، يعني ممكن تعملي منها نواعم العيد، الكحك، البسكوت، البيتيفور. بجد ممكن تجيبي كميه وتعمليها، محدش هيصدق ان انتي عاملاها بسمنه نباتي. والطريقه دي بجد جميله جدا. انا بقى هعبيها معاكم في البرطمان، اي برطمان عندك، اي علبه تلاجة، بس لازم تكون السمنه هاديه. انا غسل البرطمان كويس بقى. البرطمان ده عندي كبير بتاع النسكافيه، هو بياخد يعني كيلو السمنه، بيفيد بقى شويه صغيرين في علبه. انا بقى هفضيهم بقى بالشكل ده. والمرته دي بجد عجبت الولاد جدا واكلوها. الطريقة زي ما قلت بسيطة وسهلة، اي حد هيقدر يعملها. افضل بقى اعبي فيها بالراحة بالشكل ده. ده شكلها بعد ما عبيتها في البرطمان، ده شكل المرتة. بجد جميلة جدا. بقى انا هسيبها تبرد معاكم، تبرد وبعد كده هوريها لكم عشان تشوفوا المرتة شكلها وهي مرملة. ده شكلها بعد ما سبتها برد. انا بيتها يعني ده كان تاني يوم. شايفين شكلها عامل ازاي والترميلة بجد جميلة جدا وريحتها جميلة جدا. والطريقة زي ما قلت بسيطة جدا جدا. يلا لو عجبك الفيديو متنسيش بقى في الاشتراك في القناة، تنوريه بقى بالاشتراك، تعملي ايه احسن لايك منك وتسيبيلي كومنت كده جميل زيك.